السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله عز وجل. نقدم لكم الست زينة وجدها شيبان وصديقها كرفوس وولد عمهم حمر. وإيش الحكاية؟ كونوا معنا. جدها شيبان، ولد عمها حمر، وولد عمها كرفوس، خويها كرفوس، ولد عمها حمر وزينة. كونوا معايا 1 دقيقة. قولوا يا زينة، هلا كرفوس، ماذا بك جالسة مهمومة هذا الهم، كنت شايل هموم الدنيا كلها. لا يا كرفوس، إن جدي شيبان. ماذا بجدك شيبان؟ أريد له سما. لماذا يا زينة؟ لماذا تريد جدك شيبان سما؟ لأنه يا كرفوس يمنعني من الذهاب مع ولد عمي حمر. ليه؟ أنا ولد عمي حمر يقول نروح المراقص وهذا وخلي عبادك وهذا، وجدي شيبان يقول لازم أتمسك بالمبادئ الإسلامية وعادات الأجداد. أنا جدك صادق يا زينة. ألا تدري ما هو المثل يا زينة؟ ما هو يا كرفوس المثل؟ المثل يا زينة يقول لا تقتلوا أسودكم فتنهشكم كلابكم. يا زينة سوف تنهشك الكلاب وتضيعين بأن جدك شيبان هو من يرعاك يا زينة. صحيحا يا كرفوس، وأنك صادق، ولك ولد عمي حمر عنده انفتاح وتبشيري وعلمني حاجات حلوة. لا لا، ليس بمحال ولا يجوز ذلك يا زينة. وهو كذلك أن جدي شيبان متشدد، حتى ولو كان أنه يرعاك يا زينة. شكرا جزيلا لك يا كرفوس، أراك على خير يا زينة. مع السلامة، مع السلامة.